في الفيديو دوت هاخدك من الصفر لحد ما يبقى عندك بيئة اوتوميشن كاملة عليها اشهر اداتين للاوتوميشن وهم اوبن كلو وان ات ان. مش بس كده، احنا هنخلي كمان اوبن كلو هو العقل اللي بيشغل ان ات ان، يعني هيبقى شايف ان ات ان وبيشغلها. احنا بقى النهارده هنحط الانفراستراكشر او هنعمل البنيه التحتيه بتاعه البيئه الكامله اللي نقدر نشغل عليها ان ات ان واوبن كلو يبقوا شايفين بعض وشغالين مع بعض، عشان بعد كده من خلال اوبن كلو هقدر ابني ايجنتس كتير او وكلاء كتير، كل وكيل او ايجنت منهم ليه مهمه مختلفه، في اللي يقدر يعمل حاجات او مهام عندي على الجهاز زي التعامل مع الملفات، كتابة الأكواد، وكمان ايجنتس تانية ممكن تكون مسؤولة عن الورك فلوز اللي احنا بنيناها قبل كده على ان ات ان. هنعرف ازاي نستخدم دوكر عشان نسطبهم بطريقة آمنة جدا ومعزولة، بعيدة عن الملفات الشخصية بتاعتك وبعيدة عن ملفات النظام اللي انت شغال عليه. هنشوف ازاي خطوة بخطوة بنعمل اوتوميشن وازاي بنسطب البيئة الكاملة اللي مش كل الناس بتقولك عليها. انا سجلت خطوة خطوة من اول ما نزلت دوكر لحد ما عملت الانفايرومنت او البيئة الكاملة للاوتوميشن عندي على الجهاز، وحابب اوريكم ازاي انا عملت الكلام ده. لو انت مهتم بالاي اي والسوفت وير انجينيرنج تقدر تيجي على القناة عندي وتعمل جوين او مشاركة. بالطريقة ديت انت بتدعمني عشان اقدر اكمل واعمل فيديوهات احسن ونقدر نتعلم مع بعض حاجات تانية كتير. ولو انت عايز اللينك بتاع المشروع كامل تنزله على الجهاز عندك عشان تقدر تكمل عليه وتشوف معمول ازاي او تشغله على جهازك على طول، فانت ممكن تروح على انستجرام، هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن، تكتب لي رسالة فيها كلمة كود وساعتها هبعت لك السورس كود بتاع المشروع. مش عايز اطول عليكم بقى، ويلا نبدأ نشوف هنعمل الكلام ده ازاي. اول حاجه لو دخلنا على الريبوزيتوري، انا هنا سميتها كلو فلو عشان دي جواها اوبن كلو وان ات ان هيشتغلوا مع بعض. اوبن كلو هيبقى هو العقل وان ات ان بينفذ شويه ورك فلوز. اهم حاجه هنا انت محتاج تبص عليها هي السيت اب جايد. هتلاقي في البري ريكويزيتس انا محتاجك هنا تنزل دوكر ديسكتوب، فتقدر تخش على الاوفيشال ويب سايت بتاع دوكر وتنزل دوكر فيرجن على حسب الاوبريتنج سيستم اللي انت بتستخدمه. بعد ما هتنزل دوكر هتتأكد ان دوكر ديسكتوب بيفتح معاك بالشكل دوت، وانك شايف كل حاجة وبيفتح معاك مفيش اي مشاكل. تاني حاجة انت محتاج تنزلها وهي الجيت، فانت هنا هتقدر تنزل الجيت من على الاوفيشال ويب سايت بتاعهم. لو جيت كتبت هنا جيت انستول هتلاقي اول لينك هيظهر لك وهو اللينك بتاع الجيت. تقدر تنزلها على حسب الاوبريتنج سيستم بتاعك، سواء بتستخدم ويندوز او لينكس او ماك. وكمان تقدر تختار لو انت على ويندوز تقدر تختار الاركتكتشر سيت اب بتاعك، وعلى حسب الجهاز بتاعك تقدر تنزل الفيرجن المناسبة. عشان نتأكد ان كل حاجة تمام هنفتح تيرمينال او سي ام دي كوماند ويندو لو انت على ويندوز، وهتكتب جيت داش داش فيرجن عشان تتأكد انه شايف الجيت ومنستول الفيرجن تمام، ودوكر داش داش فيرجن برضو عشان نتأكد ان دوكر انستوليشن شغال وكله تمام. تالت خطوة معانا وهي ان احنا هنجيب التليجرام بوت توكن، وده هنجيبه عن طريق ان احنا هنخش على تليجرام وهنعمل سيرش على بوت فاذر. هيظهر لنا الاكونت اللي عليه العلامة الزرقاء، هنخش نقول له كرييت نيو بوت، وكده احنا هنكريت نيو بوت عشان نقدر نستخدمه مع اوبن كلو. اول حاجة هنديله اسم وديسكريبشن، بعد كده هنختار اسم للبوت ويكون اخره كلمة بوت. دي حاجة مهمة عشان تقدر تكريت البوت بتاعك. بعد كده هتدوس كرييت بوت، هيفتح معاك بالشكل دوت. انا هنا سميته جارفيس، هتدوس عليه هيفتح لي ويندو او صفحة بالشكل دوت فيها الاي بي اي كي. فانا كده هاخد الاي بي اي كي وهسيفه في حتة انا اقدر اوصل لها بعد كده عشان نقدر نستخدمه بعد كده في المشروع بتاعنا. الخطوة اللي بعد كده ان احنا هنخش على جوجل اي اي ستوديو، وهنيجي هنا من على الشمال هنقول له get API key، ومن فوق على اليمين هنقول له create new API key، وهنا هيفتح لك
ويندو زي ديت تقدر تكريت بروجكت لو انت ما عندكش بروجكت، ولو عندك تقدر تختاره من ليست وتدوس كرييت كي، فهيكريت لك ريكورد او اي بي اي كي زي دوت تقدر تيجي تعمل له كوبي. كده احنا جهزنا كمان الجوجل اي بي اي كي او الجيميناي اي بي اي. الخطوه اللي بعد كده ان احنا ننستول المشروع بتاعنا. فانا سايب لك في الجايد الانستليشن سيت اب، هتيجي هنا في حته فاضيه على الجهاز عندك وهتعمل فولدر جديد هتسميه مثلا اوتوميشن كورس او سميه اي حاجه انت عايزها. كده كده احنا هنسطب جواه المشروع عن طريق ان احنا هنفتح تيرمينال ويندو جديده وهنبيست الفيرست كوماند او اول كوماند في الانستليشن وهو كلون الريبوزيتوري. احنا عملنا كلون للريبوزيتوري في فولدر اسمه AI stack. تمام، ودي اول خطوة عشان يبقى عندك كل الفايلات اللازمة انك تسطب المشروع على جهاز. بعد كده هنرجع على التيرمينال وهنقول له cd change directory AI-stack عشان نخش على الفولدر اللي اسمه AI stack. الخطوة اللي بعد كده هي ان انا create.env فايل، وده فايل هيكون فيه كل الانفايرومنت فاريبلز والاي بي اي كيز بتاعتي اللي هستخدمها في المشروع. اول حاجه هنا بعد ما كريت الدوت انف فايل هاجي هعمل كوبي للدوت انف دوت اكزامبل اللي انا سايبه لك في المشروع وهحطه في الدوت انف فايل عشان يبقى فيه كل الريكوردز اللي انت محتاج تملاها بالاي بي اي كيز بتاعتك. تقدر تفتحه من التيرمينال عن طريق نانو او فيم، وتقدر كمان تيجي على ال AI stack هتلاقي hidden فايل اسمه .env ده اللي هتقدر تستخدمه. فلو جينا هنا مثلا على جوجل AI Studio عملنا كوبي لل API key اللي احنا لسه عاملينه من شوية، وجينا هنا مثلا على جوجل API key حطينا ال API key اللي لسه عاملين له كوبي ونعمل له بيست ونتأكد ان احنا دايما بنسيف الفايل بتاع الدوت انف. وهكذا هنمشي مع كل التوكنز او كل الاي بي اي كيز. لو الاوبن كلو توكن مثلا بعد ما نجنريته هنيجي نسيفه في الدوت انف، والتليجرام بوت توكن برضو هنسيفه وهنا في الدوت انف. فكده هيبقى عندنا فايل فيه كل الاي بي اي كيز بتاعتنا، والفايل دوت اللي هنستخدمه بعد كده عشان نعمل دوكر كونتينرز. دلوقتي احنا سطبنا دوكر ديسكتوب وسطبنا كمان جيت وكمان جبنا تليجرام بوت توكن من بوت فازا وجيميناي اي بي اي كي من جوجل اي اي ستوديو. كمان عملنا كلون للريبوزيتوري اللي هي كلو فلو بتاعتنا جوه فولدر اسمه AI-stack، وكمان عملنا كرييت لانف فايل اسمه .env. الفايل دوت شايل كل الاي بي اي كيز والتوكنز اللي احنا هنستخدمها. احنا كده جاهزين ان احنا نبتدي نشتغل على المشروع ونبتدي نقوم الانفايرومنت ونقوم الستاك بحيث كله يرن مع بعض. قبل ما نعمل كده انا برشح ان احنا نفتح المشروع من اي محرر اكواد او اي دي اي. انا هنا هستخدم انتي جرافيتي، انت تقدر تستخدم فيجوال ستوديو كود او في اس كود، واحسن حاجه تقدر تستخدمها مع المشروع دوت هو انتي جرافيتي. وهسيب لك الورك سبيس كونفيجريشنز في فايل اسمه دوت ورك سبيس، والفايل دوت هيعمل لك ورك سبيس للبروجكت بتاعك بمجرد ما تفتحه بانتي جرافيتي. بعد ما البروجكت فتح معانا على انتي جرافيتي هيفتح لنا يقول لي عايز تفتح الورك سبيس، هقول له اوبن ورك سبيس، وكده البروجكت فتح معانا على انتي جرافيتي. اقدر افتح تيرمينال عن طريق ان انا باجي من فوق بختار نيو تيرمينال وهرجع على الدوكيومنتيشن هكمل بقية الخطوات وهاخد الكوماند دوت كوبي. ده عشان يكريت لي راندوم سترينج او يكريت لي توكن اقدر استخدمه عشان يبقى اوبن كلو توكن اقدر استخدمه بعد كده. فهاخد التوكن دوت وهاجي هنا على الدوت انف فايل وهاجي هسيف التوكن دوت في اوبن كلو اندرسكور توكن. هشيل الفاليو ديت او هعدلها وهحط التوكن الجديد.
وكده انا جاهز ان انا ابتدي ارن اول كوماند في المشروع عندي. انا كده دخلت الجوجل اي بي اي كي والتليجرام بوت توكن في الخطوه اللي فاتت واتاكد ان هم موجودين في الدوت انف عندي، وبعد كده انا هبقى جاهز ان انا ارن الكوماند اللي بعد كده عشان اقدر ابني الدوكر ايمج وبعد كده اقوم الدوكر كونتينرز. هتاكد ان الفايل بتاع دوت انف سيفد وفيه كل الكيز والتوكنز اللي انا محتاجها، وهاجي على الخطوه رقم 3 وهعمل كوبي للكوماند دوت وهعمل له بيست في التيرمينال. الكوماند دوت ببساطة بينزل الاوبن كلو جيت ريبوزيتوري عندنا في فولدر اسمه اوبن كلو اندرسكور سورس. ده هيبقى فيه السورس كود بتاع اوبن كلو نفسه عشان نقدر نستخدمه في المشروع بتاعنا. زي ما احنا شايفين هو هنا في التيرمينال بيداونلود الفايلز بتاعة اوبن كلو، وبعد اما نخلص هنلاقي الاوبن كلو ريبوزيتوري كلها موجودة تحت الفولدر اللي اسمه openclaw_source. كده انا عملت داونلود للاوبن كلو سورس كود على الجهاز عندي. بعد كده الخطوة الرابعة ان انا هاخد الكوماند ده كوبي وهعمل له بيست في التيرمينال. الكوماند ده بيكري 3 فولدرات، واحد اسمه openclaw_data n8n_data وكمان postgres_data. بعد كده هاخد الكوماند اللي بعده كوبي وهحطه في التيرمينال عشان اغير البرميشن بتاع الفولدرز ديت واخلي السيستم يقدر يعمل لها اكسس ويبقى قادر ان هو يعمل فايلات جديدة جوه الفولدرات دي. وثلاث سبعات هنا معناها read write execute، يعني السيستم يقدر يقرا ويكريت فايلات جديدة ويرن فايلات جديدة جوه الدايركتوريز اللي احنا قلنا عليها. وداش ار اللي في الاول دي معناها ريكيرسيف، يعني التشينجز ديت يتعمل لها ابلاي او تتنفذ على الفولدرات ديت وكل الفايلات اللي جواها. وبكده نكون خلصنا الخطوة رقم 1 وهو ان احنا حضرنا الانفايرومنت بتاعتنا كاملة. دلوقتي هنيجي على الخطوة رقم 2 وهناخد الكوماند الاولاني docker compose build dash no dash cache open clue. والكوماند ده معناه ان احنا عايزين نبلد الانفايرومنت بتاعتنا عن طريق الدوكر فايل اللي موجود في المشروع والدوكر كومبوز فايل، وعايزين كمان ان احنا نعمل نو كاش، يعني الكونتينر بتاع اوبن كلو يتعمل له بيلد من جديد حتى لو كان معمول له بيلد قبل كده. ودي خطوة مهمة انت مش هتحتاجها في الاول وانت بتبني اول بيلد بتاعك، لكن هتحتاجها بعد كده في كل الخطوات عشان لما تعدل حاجة وترجع تعمل البيلد تاني لو حبيت. دلوقتي هو بيعمل بيلد للستاك بتاعنا اللي فيه السيرفيسز اللي شغالة مع بعض زي n8n وبوستجريس واوبن كلو. على ما يبلد تعالى نشوف وتعالى ناخد بصة كده على الدوكر كومبوز فايل. الدوكر كومبوز فايل ده اللي هتلاقي فيه الوصفة بتاع كل السيرفيسز اللي شغالة في الستاك بتاعي وانا عايزها تشتغل ازاي والكونفيجريشنز بتاعتها. لو جينا بصينا مثلا على السيرفيسز اللي موجودة هتلاقي ان اول سيرفيس موجودة اللي هي اوبن كلو سيرفيس، والسيرفيس ديت عبارة عن شوية configurations انا بديها له وبقول له يبني السيرفيس بناء عليها. يعني هنا مثلا قلت له ان الكونتكست بتاعك ان انت تبلد على الاوبن كلو سورس اللي هو السورس كود بتاع اوبن كلو. تاني حاجة بقولها له وهي الدوكر فايل، والدوكر فايل هنا بيكون فيه الوصف بتاع حاجة اسمها image او كل السيت اب او الديبندنسيز اللي انا محتاج اعملها قبل ما رن السيرفيس ديت وابتدي اعمل لها بيلد. بعد كده بحط له الكونتينر نيم وده اسم بيكون على مزاجي انا اللي بحطه له وبيكون مخصص للسيرفيس ديت. فالسيرفيس هنا اسمها اوبن كلو جواها كونتينر اسمه اوبن كلو برين او اندرسكور برين. بعد كده لو جينا بصينا على الانفايرومنت فاريبلز هلاقي ان انا معرف له النود برودكشن ومعرف له الهوست هنا 0.0.0.0 وده مهم عشان نقوم الجيت واي بعد كده. والاوبن كلو كونفيجريشن باث هنا بديله الباث بتاع الاوبن كلو دوت جيسون اللي هيبقى موجود على الكونتينر.
وكمان بعرف له الدايركتوري بتاع الستيت، الاوبن كلو ستيت دايركتوري، بديله برضو الدايركتوري بتاع الستيت اللي هيكون موجود على الكونتينر. بعد كده بعرف له environment variable اسمه openclaw underscore gateway underscore token، وبقول له انه يروح يجيبه من environment variables اللي في .env فايل اللي احنا كريتناه قبل كده. بعد كده بقول له الكونتينر دوت هيستخدم فوليومز او مساحة تخزينية جوه الكونتينر دوت، وبديله الباث بتاعها على الكونتينر. بعد كده بعرف البورتس، ودي البورتس الديفولت او الاساسية اللي موجودة لاوبن كلو. وبعد كده بقول له ان الكونتينر دوت هيكون جزء من حاجة اسمها AI underscore network، هنبص عليها بعد كده في اخر الفايل. بعد كده بقول له ان الكونتينر دوت بيعتمد على ان السيرفيس اللي اسمها init الكونديشن بتاعها يكون هيلثي، يعني السيرفيس بتكون شغالة تمام. بعد كده في كوماند انا بنفذه، الكوماند دوت هنتكلم عنه كمان شوية، بس انا هنا حاطه على الديفولت عشان يشغل لي الويزرد بتاع الاونبوردنج بتاع اوبن كلو. هنشوف الكلام ده كمان شوية، مش محتاج تعدل فيه اي حاجة دلوقتي، انت بس محتاج تعرف السيرفيسز اللي شغالة في الدوكر كومبوز. بعد كده السيرفيس بتاعت init برضو بعرف لها الايمج والكونتينر نيم، بس لو لاحظت هنا ان انا مش معرف دوكر فايل، لان الدوكر فايل هنا كان هو الدوكر فايل اللي انا بستخدمه عشان انفذ كل الديبندنسيز اللي اوبن كلو محتاجاها عشان تران. فالكونتينر بتاع اوبن كلو هنا بيعتمد على الايمج اللي جايه من الدوكر فايل اللي اسمه دوكر فايل دوت كاستم. فكده السيرفيس بتاعت init مش محتاجة دوكر فايل. فلو جينا قارناها بالسيرفيس بتاعت OpenClaw هنلاقي ان init ما فيهاش اصلا البيلد سيكشن اللي بيحتوي على الدوكر فايل، فعشان كده احنا محتاجين الدوكر فايل عشان لو عايزين نعدل على الايمج اللي احنا بنستخدمها. لكن في حالة init احنا هنستخدم الايمج بتاعت init زي ما هي. حتى لو تلاحظ هنا ان الايمج بتاعت init جاية من init io/init::latest. بعد كده السيرفيس اللي بعدها دي البوست جريس سيرفيس، وهتلاقي برضو هنا ان احنا بننزلها من بوست جريس. الايمج اسمها 16-albine، ودي ايمج لايت ويت عشان يبقى مساحتها قليلة. بعرف الكونتينر نيم وبعرف له شوية configurations زي الانفايرومنت variables والفوليومز او المكان بتاع المساحة التخزينية اللي هيبقى على الكونتينر. واحنا هنا بنستخدم بوستجريس عشان دي الداتابيز الأساسية اللازمة عشان نشغل init. لو بصينا في الآخر هنلاقي إن في نتوركس، وهنا أنا عرفت نتورك اسمها AI underscore network عشان تكون نتورك جواها الكونتينرز بيتكلموا مع بعض بشكل آمن، ويقدروا كمان يتكلموا مع بعض عن طريق الهوست نيم. عشان كده احنا هنخلي OpenClaw يكلم init عن طريق الهوست نيم اللي هو init بعد كده البورت بتاع init. طبعا الكوماند دوت هياخد شوية على ما يعمل لنا الايمج بتاعت OpenClaw. انا هجري الحتة دي لحد ما يعمل بيلد للايمج عشان اوريكم ازاي بتظهر على دوكر ديسكتوب. بس في الاول لو جينا دخلنا على دوكر ديسكتوب ورحنا على الايمجز هنلاقي انها فاضية. المفروض بعد ما يخلص الكوماند دوت نلاقي هنا ان في ايمج اسمها AI stack موجودة عندنا واتعمل لها كرييت في الايمجز على دوكر. هو كده خلص الكوماند بتاع building الايمج، وزي ما احنا شايفين بيقول لي ان OpenClaw build. بس لو جينا هنا بصينا فوق هنلاقي ان هو خد تقريبا 453 ثانية، يعني 7 دقايق وشوية. ولو جينا هنا رحنا على داشبورد بتاع دوكر ديسكتوب ونزلنا على الايمجز هلاقي عندي ايمج اتعمل لها كرييت اسمها AI stack -OpenClaw، ودي الايمج اللي احنا هنعمل لها بيلد عشان نقوم الاوبن كلو كونتينر. وبقية الايمجز بتاعت init والبوست جريس هنعمل لها بول من الدوكر هاب
بالاسم بتاعها زي ما احنا شايفين. في كل سيرفيس هنلاقي في ايمج نيم، والايمج نيم ده بيبقى اسم الايمج اللي هيتعمل له بول من دوكر هاب. ولو ما تعرفش، دوكر هاب ده المكان اللي بيبقى فيه كل الاوفيشال ايمجز بتاعه سيرفيسز مختلفه زي N8N وبوستجريس وغيرهم. وده اللي احنا هننزل من عليه الايمجز بتاعه N8N وبوستجريس عن طريق انك بتيجي عند السيرفيس وبتقول له ايمج كولون وبتدي له الايمج نيم زي ما احنا عاملين هنا في السيرفيس بتاعه بوستجريس وN8N. وكده احنا جاهزين ان احنا نرجع على الدوكيومنتيشن وناخد الكوماند التاني اللي هيرن السيرفيسز. فاحنا هيبقى عندنا سيرفيس اسمها OpenClaw بترن على كونتينر اسمه OpenClaw_brain، وعندنا السيرفيس بتاعه N8N وبوستجريس الداتابيز بتاعه N8N. دلوقتي هنشوف ان هو بيعمل بولينج لل N8N image وللبوستجريس image، وبعد كده هيقوم كونتينرز لكل سيرفيس من اللي موجودة في الدوكر كومبوز دوت يامل. كده هو عمل بول للايمج بتاعت بوستجريس. فلو رحنا على دوكر ديسكتوب وجينا على الايمجز هنلاقي ان في ايمج جديدة لسه معمولة دلوقتي اسمها بوستجريس، وبعد كده هيخلص البولينج بتاع ال N8N image، وبرضو هنلاقي ال N8N ظاهرة عندي في الايمجز. دلوقتي هو بيبول ال N8N image، وبعد كده هيبتدي يستارت كل كونتينر جوه النتورك اللي احنا كريتناها. احنا كريتنا نتورك اسمها AI-stack. النتورك دي جواها 3 كونتينرز N8N underscore database، وده الكونتينر بتاع بوستجريس اللي شايل الداتابيز بتاعة N8N، وكونتينر تاني اسمه N8N underscore dev، وده اللي هيرن الداشبورد بتاعة N8N، والكونتينر التالت اللي هو OpenClaw أو OpenClaw_brain، وده اللي هيرن الداشبورد بتاعة OpenClaw. بعد ما خلص وجاب لي ان كل حاجة اخضر كرييتد وهيلثي، لو جيت بصيت على دوكر ديسكتوب هلاقي عندي في الكونتينرز ان في نتورك وجواها 3 كونتينرز وكلهم ستارتد وهيلثي. بعد ما بننفذ الكوماند بتاع دوكر كومبوز اب داش دي ممكن يظهر لنا ايرور في كونتينر وهو بيحاول يستارت. لو حصلت وظهر لك ايرور تقدر تشوف الايرور او تشوف اللوجز بتاعه الكونتينر دوت عن طريق انك تدخل الكوماند دوت دوكر لوجز، بعد كده تديله اسم الكونتينر. في حالتنا هنا هيكون N8N underscore database. انا كده جاهز ان انا ابتدي اشتغل على الاونبوردنج بتاع OpenClaw وابتدي اسطب الداشبورد. هنرجع للدوكيومنتيشن وهناخد الكوماند دوت كوبي عشان نرن الديمون او السيرفيس بتاعه OpenClaw داشبورد، عشان نقدر نفتح الداشبورد ونقدر نتعامل مع OpenClaw عن طريق البراوزر. هاخد الكوماند وهعمل له بيست في التيرمينال، هيفتح لي الاونبوردنج ويزرد بتاع OpenClaw، ومن هنا هقدر اعمل كل الكونفيجريشنز اللي انا عايزها عشان اخلي OpenClaw up and running. دلوقتي هو بيقول لي انك لازم تكون فاهم السكيورتي ريسكس بتاعت OpenClaw، فهاجي هنا هقول له يس عشان اقدر اكمل. بعد كده هنزل على المانيوال installation، وبعد كده هختار local gateway. بعد كده هيسألني على الورك سبيس هقول له انتر. بعد كده هيسألني على الموديل اوث بروفايدر هقول له ان هو جوجل، وهستخدم الجوجل اوث ميثود اللي هي جوجل جيميناي اي بي اي كي، وهرجع للدوت انف فايل بتاعي هاخد الكي بتاع جوجل اي بي اي اللي هو بتاع جيميناي اللي جبناه من جوجل اي اي ستوديو، وبعد كده هنزل اختار الموديل هيكون جيميناي 2.5 فلاش، والجيت واي بورت هسيبه زي ما هو، ده الديفولت بورت بتاع OpenClaw، واختار الجيت واي تكون LAN 0.0.0.0، والجيت واي اوثنتيكيشن هيكون توكن. بعد كده هقول له التيل سكيل اكسبوجر هيكون اوف، والجيت واي توكن هجيبه من الدوت انف زي ما انا كنت مجنريته قبل كده. بعد كده هيسألني يقول لي سيلكت التشانل اللي انت عايز تستخدمها، فانا هسلكت تليجرام. بعد كده هروح على الفايل بتاع دوت انف هاخد التليجرام بوت توكن وهعمل له بيست في التيرمينال. وانا هنا لاحظت ان هو بيقعد شوية في التيرمينال مش بيرندر اي حاجة، انا افتكرته هنج، بس بتديله حوالي تقريبا 30 ثانية كده وهو بيبتدي يوريك الأسئلة اللي بعد كده عشان تكمل السيت اب. فلو وقف معاك هنا استناه شوية وما تقلقش. ودلوقتي هو بيسألني على التليجرام بوت توكن، وده هروح اجيبه من الدوت انف زي ما كنت مسيفه وجبته من بوت فاذر قبل كده.
بعد كده هقول له finish، وكده انا بقى عملت finish للchannel setup. بعد كده هيقول لي عايز تكونفيجر الدي ام اكسس بوليسيز ناو، هقول له يس. وبعد كده هيقول لي عايز التليجرام دي ام بوليسي يبقى شكلها عامل ازاي، اوبن تو بابليك ولا بيرنج. انا هختار بيرنج عشان يبقى في توكن ما بيني وما بين التليجرام اللي انا بستخدمه وابقى اوثنتيكيتد. هنشوف الكلام ده بعد كده. نقدر كمان نختار allow list ونديله list بالallowed user names او allowed chats اللي احنا عايزينه يتكلم معاهم. وكمان نقدر نقول له disable او ignore direct messages او DMs. لكن لو اخترت open to the public اي حد ممكن يكلم البوت دوت. بعد كده هيقول لي عايز تكونفيجر السكيلز دلوقتي، هقول له نو. بعد كده هيقول لي عايز تانيبل الهوكس، هقول له سكيب فور ناو. بعد كده هيجي يسالني ان لا عايزني enable shell compilation for OpenClaw، هقول له yes. وهنا الشيل compilation script for OpenClaw ده مهم عشان كذا حاجة. أول حاجة بيخلي التيرمينال كوماندز أسرع بكتير، وبيخلي كمان الموضوع أسهل، وانك تقدر تشوف ايه الافيلابل كوماندز وتتعامل معاها وتتفادى الاخطاء من غير ما ترجع للدوكيومنتيشن. فدي تول بتسهل عليك انك تتعامل مع اوبن كلو عن طريق التيرمينال. ودلوقتي هنيجي على الخطوه رقم 3 وفيها هنراجع الاوبن كلو دوت جيسون فايل اللي اتعمل. الفايل دوت اتحط فيه كل الكونفيجريشنز لما كنا بنعمل الاونبوردنج. فلو جينا هنا دخلنا على openclaw_data ودخلنا على openclaw.json هنلاقي في كل الكونفيجريشنز والاوبشنز والتوكنز والحاجات اللي احنا عملنا لها سيت اب في التيرمينال واحنا بنعمل الاونبوردنج. هنا احنا عايزين نتاكد ان جوه openclaw.json النتورك بايند تبقى لازم تكون لان عشان البراوزر يقدر يوصل لها من خلال الدوكر. والموديل نيم عايزين نتأكد ان جيميناي 2.5 فلاش. وبعد كده لو نزلنا على الجيت واي هنلاقي الكنترول يو اي، هناخد الاوبجكت دوت عشان نعمل له كوبي في الاوبن كلو دوت جيسون. فهنيجي هنا عند الجيت واي وهننزل في الاخر هنعمل كوما، وبعد كده هنقول له بيست، ده عشان ياخد اكسس انه يشوف اليو اي او الداشبورد او الجيت واي بتاعه اوبن كلو من جوه الدوكر. بعد كده لو جيت اتاكدت من الموديل هاجي هنا على الايجنتس هلاقي البرايمري موديل جيميناي 2.5 فلاش زي ما احنا كنا مختارين. بعد كده الخطوة الرابعة وهو تعديل بسيط هنعمله على دوكر كومبوز دوت يامل. لو جينا رجعنا على البروجكت ونزلنا على دوكر كومبوز دوت يامل وجينا على الاوبن كلو سيرفيس، في الاخر هنلاقي في كوماند معمول له كومنت. هعمل ان كومنت للكوماند الاولاني وكومنت للكوماند الثاني، وبعد كده هقول له دوكر كومبوز داون، وبعد كده هقول له دوكر كومبوز اب عشان يقفل الكونتينرز. بعد كده يابلاي التشينجز اللي احنا عملناها في الدوكر كومبوز دوت يامل. ولازم اتاكد ان انا هنا مسيف الفايل دوت بعد ما عملت التشينجز. فانا هنا بستوب الكونتينرز، بعد ما يستوب الكونتينرز هيمسحها، وكده انا هكريت الكونتينرز من تاني. ما تقلقش الموضوع هيبقى سهل وبسيط. لو جينا بصينا على دوكر ديسكتوب هلاقي انه مسح الكونتينرز. ولو جيت هنا قلت له دوكر كومبوز اب داش دي هيقوم لي كل الكونتينرز بالكونفيجريشن الجديده والكوماند اللي انا عدلت. زي ما احنا شايفين هنا نقدر نخش على دوكر ديسكتوب ونشوف الكونتينرز شغاله وهيلثي. وبكده السيت اب بتاعنا يكون جاهز ان نقدر نخش عليها من البراوزر هي واوبن كلو. تعال نخش على لوكال هوست 5678 هنلاقي النت ان بتفتح معانا. ولو جينا دخلنا على لوكال هوست 18789 وده البورت بتاع اوبن كلو، هلاقي انها مش بتفتح معايا على طول، لازم استناها تقريبا حوالي دقيقتين وبعد كده هتفتح معايا. وعشان اتاكد ان اوبن كلو شغاله والكونتينر بتاعها هيلثي وكله تمام، هاجي على التيرمينال هقول له دوكر لوجز وهديله اسم الكونتينر اوبن كلو اندرسكور برين. بعد كده هلاقيه انه بيقول لي ان الكونتينر ستارتد وانه listening على البورت وانه البراوزر كنترول سيرفيس ريدي وان الجيت واي شغاله وكله تمام. هرجع اعمل ريفرش للبيج هيفتح معايا اوبن كلو.
واقدر كمان احط له التوكن بعد اليو ار ال عشان اتاكد انه يكونكت على الجيت واي بالتوكن الصح. لو جيت دخلت على الاوفر فيو من على الشمال هلاقي هنا ان انا عندي جيت واي توكن. الجيت واي توكن دوت لازم يماتش التوكن اللي عندي في الدوت انف واللي انا دخلته في السيت اب بتاع الاونبوردنج ويزر. لو جيت عدلت التوكن هنا وقلت له كونكت هيقول لي ان في توكن مس ماتش، لان التوكن اللي موجود في الداشبورد دلوقتي مش بيماتش التوكن اللي عندي في الاوبن كلود وجيسون. لكن كده كله تمام. لو ظهر عندك الايرور دوت هات التوكن اللي موجود في الاوبن كلود وجيسون واعمل له بيست هنا في الاوفر فيو واعمل كونكت، هتشتغل معاك وكله تمام. ودلوقتي انا جاهز ان انا اخش على ان واعمل السيت اب بتاعي. احنا هنخش هنعمل السيت اب عادي جدا، هتدخل اسمك وايميلك وتعمل باسورد وتخش على ان بعد كده كل اللي احنا عايزين نعمله دلوقتي ان احنا نكريت ورك فلو بسيطه جدا عباره عن ويب هوك. الويب هوك دوت بياخد داتا من الريكوست وبعد كده يسيفها في جوجل شيت. وعشان اكونكت على جوجل شيتس فانا محتاج كريدنشلز بتاعه جوجل، فهاجي هنا كريت نيو كريدنشلز وبعد كده هروح على جوجل كلاود كونسول. هخش على جوجل كونسول وبعد كده هقدر اجي اسلكت بروجكت او اكريت نيو بروجكت. فانا هنا عملت بروجكت جديد سميته كلو فلو وبعد كده دوست كرييت. بعد ما عملت كرييت للبروجكت بتاعي انا كده محتاج انيبل الاي بي اي سيرفيسز، فهاجي اختار البروجكت بتاعي بعد كده هختار اي بي ايز اند سيرفيسز. بعد ما اخش على اي بي ايز اند سيرفيسز هيفتح معايا بالشكل دوت. بعد كده هختار من على الشمال او اوس كونسنت سكرين، ودي خطوة مهمة لازم تتعمل قبل ما تعمل الاي بي اي كيز. تقول له اسم الابليكيشن والايميل بتاع السبورت، الموضوع سهل جدا. بعد كده هتختار الاودينس اكسترنال، بعد كده هندخل الكونتاكت انفورميشن، هندخل الايميل بتاعنا، بعد كده هنقول له نيكست وهنأجري على جوجل اي بي اي سيرفيس يوزر داتا بوليسي، هنقول له كونتينيو وبعد كده هنقول له كريت. بعد كده هنزل على الكلاينتس وهاجي هختار كريت كلاينت وبعد كده هختار الابلكيشن تايب ويب ابلكيشن والنيم هسميه كلو فلو. بعد كده هنزل عند الاوثورايزد ريدايركت يو ار ايز، ودي هجيبها عن طريق ان انا هرجع على ان وهعمل كوبي للاو اوث ريدايركت يو ار ال وهدخله هنا. بعد كده هقول له كريت. هو كده عمل لي الكلاينت اي دي، فهقدر اخد الكلاينت اي دي من هنا واحطه في ان بعد كده ارجع اخد السيكريت احطه في ان بعد كده هقول له ساين ان ويز جوجل. هعمل ساين ان ويز جوجل، اختار الايميل بتاعي وهديله كل البرميشنز. بعد كده هيقول لي كونكشن سكسسفول. كده انا خلصت الجوجل شيتس اكونت كريدنشلز. فانا كده جاهز ان انا استقبل ريكوست في بيانات واخد البيانات ديت واسيفها في جوجل سبريد شيت. تمام، هنيجي نختار الكريدنشلز من هنا. لو جه لقيت الايرور دوت 403 فوربيدن او ممنوع، ده معناه ان جوجل درايف اي بي ايز مش متفعله في البروجكت اللي انت بتستخدم الكلاينت اي دي بتاعه. فلو جينا دخلنا على البروجكت بتاعنا من على جوجل كلاود كونسول وجينا من هنا دوسنا على APIs and Services، هنقدر نخش نعمل enable او تفعيل للجوجل درايف وجوجل شيت APIs، وده اللي احنا محتاجين نعمله بالظبط عشان نقدر نستخدم الجوجل شيت نود في ان. فلو جينا هنا كتبنا شيت ودوسنا انتر هتلاقي جوجل شيتس اي بي اي، هتدوس عليها بعد كده هتعمل لها انيبل. ونفس الكلام بالظبط مع جوجل درايف، هتيجي ترجع من هنا بعد كده هتقول له enable APIs and services تاني، بعد كده هتكتب له درايف وتدوس انتر. هتلاقي تاني واحدة اللي اسمها جوجل درايف API، ودي اللي احنا محتاجين نعمل لها enable. بعد ما نعمل لها enable احنا كده جاهزين وان جاهزة انها تستقبل وتسيف على جوجل درايف في جوجل شيت. بعد كده هرجع على ان على النود بتاعة جوجل شيتس واختار الكريدنشلز بتاعتي وبعد كده from list المفروض لما ادوس عليها يشوف كل الفايلات اللي عندي على جوجل درايف. هختار اسم الشيت بتاعي انا سميته هنا كلو فلو ليدز واخترت from list الشيت رقم 1، اول شيت في الملف بتاع الجوجل شيت.
وهنا هعمل ببلش للورك فلو، وهدي الفيرجن او الاصدار ده هديله اسم وهو الاصدار رقم 1. وكده عندي الورك فلو بتاعي جاهز ان انا استخدمه. فلو جيت دخلت هنا على الويب هوك هلاقي ان انا عندي اليو ار ال بتاع الويب هوك اللي انا هبعت عليه الداتا، فهاخده كوبي وهرجع على اوبن كلو. هنا بقول له لما يكون عايز اسيف الكونتاكتس او اسيف ليدز، هقول لك ان انا عايز اسيف كونتاكتس او ليدز، انت تعمل اكستراكت او تستخرج الاسم والتليفون والايميل من الرسالة وتبعتها للويب هوك دوت على ان ات. تعالى كده نروح على جوجل درايف ونفتح الشيت بتاعنا. هلاقي هنا عندي في 3 كولومز او 3 عواميد، اول واحد اسمه النيم، تاني واحد اسمه الايميل، تالت واحد اسمه الفون. الشيت دوت احنا عايزين نملاه بمجرد ما حد يبعت رسالة من على تليجرام فيها الاسم والبيانات والتليفون، اوبن كلو ياخد الكلام دوت ويحطه في الاكسل شيت. ودلوقتي اوبن كلو بيقول لي انا فهمت انك عايز تبعت الداتا على اليو ار ال دوت او على الهوك دوت، بس بيقول لي الاول ان اوبن كلو عايز يعرف هو وظيفته ايه وبيعمل ايه، وده جزء من ضمن الكونفيجريشنز اللي بنعملها لاي اي اسيستنت. لازم نقول له انت مين، الريسبونس بتاعك ازاي، انت متخصص بايه، الشغل بتاعك ايه، اسمك ايه. لازم نعرف له بيانات عشان يبقى عارف السكوب بتاعه وعارف يرد ازاي ويتعامل ازاي مع الداتا اللي هو ليه اكسس عليها. فهنا قلت له ان انت الاسيستنت او المساعد بتاعي، انت هتساعدني ان انا احفظ البيانات بتاعت ناس او العملاء عن طريق انك تقول او تنادي على الان ات ان ويب هوك اللي احنا لسه عاملين. الخطوه اللي بعد كده ان انا اكسكيوت، ان انا ابتدي اليسن على الهوك دوت وابتدي اكسكيوت الورك فلو. فهنا انا كده جاهز ان انا ابعت له رساله واقول له سيف الكونتاكتس ديت. فخلينا ابعتها له الاول من الداشبورد من اوبن كلو من هنا عشان اتاكد ان هو شغال وكله تمام. فلو جيت هنا قلت له احفظ لي الكونتاكت دوت خلاد ورقم التليفون والايميل ودوست انتر، هستنى اشوف الريزلت. لو جيت بصيت هنا على الريزلت هلاقي ان الورك فلو اتعمل له رن. جيت على اليمين هنا هلاقي ان الداتا اللي وصلت لي النيم والفون والايميل زي ما انا دخلتهم تمام. حلو قوي. طيب تعالى نشوف الجوجل شيت اتسيف فيه البيانات ولا لا. هنروح على جوجل شيت من هنا، هنبص مش هنلاقي البيانات اتسيفت. انا عارف ليه المشكلة وحبيت بس اوريكم ان لو حصلت معاكم المشكلة ديت ازاي تتعدوها. كل المشكلة ببساطة ان احنا ما عملناش مابنج للكولمز او العواميد بتاعة الاكسل شيت في ان ات ان. لو جينا دخلنا على النوت بتاعة ان ات ان هلاقي عندي الفيلدز تو سند ان انا لازم اعمل ماب. يعني جيت في الاول قلت له انك عندك فيلد اسمه النيم، تمام، وخدت من الريسبونس اللي جاي حطيت النيم، يعني النيم اللي هيجي لي من الرسالة او الاسم اللي هيجي لي من الرسالة هيتسيف في الكولوم اللي اسمه نيم، والايميل هكذا، والفون نمبر برضو نفس الكلام. هسيف الورك فلو بتاعتي وهرجع تاني اتاكد ان كل حاجه شغاله تمام، وهعمل ليسن او هشغل الويب هوك او اكسكيوت الورك فلو. بعد كده هبتدي ابعت الرساله تاني. خلينا نبعتها الاول برضو هنا من الداشبورد او من الشات في اوبن كلو عشان نتاكد ان كله تمام. لو كل حاجه اشتغلت تمام هنقدر نروح على تليجرام ونبتدي نشوف تليجرام هيسيف لنا الداتا ازاي. سند، هاجي هنا هبص على ان ات ان كله تمام والنود خدت الداتا تمام، بس الاكسل شيت طبعا لسه ما اشتغلش لان انا بس عملت ليسن على الويب هوك. فلو جيت هنا على اليمين وعملت اكسكيوت ستيب هيروح ياخد الداتا اللي جت للويب هوك وهيحطها في الشيت.
زي ما احنا شايفين هو هنا قال لي ان النود اتنفذت بنجاح. فلو رجعت على الشيت وبصيت هنا هلاقي ان هو سيف لي البيانات بتاعه مود. تعالى نجرب ورك فلو كامل كده من الاول. هنرجع تاني على ان هنعمل اكسكيوت للورك فلو كامل، يعني لسن على الويب هوك وينفذ النود اللي بعديها بتاعه الجوجل شيت. ورجعنا هنا على اوبن كلو، كتبنا له سيف الكونتاكس بتاعه ساره وادينا له رقم التليفون والايميل. هيروح يشغل الورك فلو. لو بصينا على اليمين هلاقي الورك فلو اتنفذت بنجاح، ولو رحنا على الفايل هلاقي البيانات اتسجلت. دي اول خطوة. تاني خطوة احنا محتاجين نعمل الكلام دوت من تليجرام. بس قبل ما نستخدم تليجرام احنا عايزين نعمل بيرنج او ربط بين التليجرام اكاونت بتاعنا والاوبن كلو. يعني انا هنا لما جيت كتبت له سيف لي البيانات بتاعه خلاد، قال لي ان الاكسس لسه ما اتعملوش كونفيجريشن. وعشان نعمل كونفيجريشن للاكسس دوت هنرجع على انتي جرافيتي وهندخل له الكوماند دوت. انا طبعا سايبه لك في السيت اب جايد على الريبو. هتاخد الكوماند دوت وتقدر تحط التليجرام اكسس بتاعك. طيب عشان نجيب التليجرام اكسس هروح على openclaw_data وهخش على credentials. وبعد كده هلاقي فايل اسمه telegram bearing.json. الفايل دوت فيه الكود اللي انا هعمل بيه بيرنج، وطبعا هو نفس الكود اللي كان ظاهر لنا على تليجرام وقال لنا اعمل بير بالكود دوت عشان تقدر تستخدم اوبن كلو. فانا هنا جيت نفذت الكوماند وحطيت له التوكن او الكود بتاع البيرنج. بعد كده هيقول لي ان تليجرام ابروفد للسندر رقم كذا واداني الاي دي بتاعه وكل حاجه تمام كده. ما فاضلش غير بس ان انا اروح على ان واشغل الورك فلو. هعمل اكسكيوت ورك فلو. بعد كده هروح على تليجرام وابتدي اشوف واجرب الورك فلو هيتسيف ولا لا. جيت هنا دخلت كتبت له سيف لي خلاد واديته رقم التليفون والايميل. رد عليا وقال لي ان هو سيف او بعت الداتا ديت للورك فلو والورك فلو ستارتد تمام، فهو بيتوقع انها تسيف. طبعا لو حصلت مشكلة عندنا في ان ممكن تليجرام ما يعرفش ان حصلت مشكلة، هو هيشوف بس ان الورك فلو ستارتد. ودي حاجة احنا ممكن نشوف لها حل بعد كده. وليه هنا انا استخدمت ان عشان اعمل الورك فلو دوت. انا حبيت بس اوريكم ازاي نقدر نشغل اوبن كلو مع ان لكن في العادي احنا ممكن نسطب سكيل لاوبن كلو ونخليه هو ياخد الداتا ديت يروح يسيفها في جوجل. ممكن نبقى نشوفها في الجزء التاني بعد كده. طبعا المثال ده صغير، احنا بس حطينا الداتا في جوجل شيت، لكن ده بيقول لك ان الورك فلو شغاله. تقدر تعمل ورك فلو بقى كبيره بتعمل حاجات اكتر وتخلي اوبن كلو يتحكم فيها. وبكده نبقى عملنا البيئه الكامله اللي فيها اوبن كلو هو العقل المدبر اللي بيشغل كل حاجه عندي. يعني بعد كده اقدر حتى اخلي اوبن كلو هو اللي يبني الورك فلوز على ان من نفسه. قولوا لي بقى عايزين تشوفوا ايه في الفيديو الجاي؟ عايزين نكمل على السيت اب دوت ولا عايزين تشوفوا حاجة جديدة؟ هستناكم في الكومنتات. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب وتشيروا الفيديو مع اصحابكم اللي عايزينهم يتعلموا الاوتوميشن. اشوفكم على خير ان شاء الله.